سنة تقعد زي ما هي كده في الديب فريزر عندي، ما يجرالهاش اي حاجه خالص. وبعمل الساده كده زي ما احنا شايفين، الساده ده اهو اللي انا بعمل بيه المدفونه، ما بعملوش بالجزر. يا مساء الورد والفل والياسمين والسعاده على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده كنت جايبه بسوق كده في السوق، فجبت حبه بسله قلت اخزنهم علشان رمضان باذن الله. فقلنا بقى نسال شويه انا وابو عمر كده وانا شغاله في البسله والجزر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قلنا نطلع نفضفض شوية، حبة فضفضة يعني نخف شوية من التمثيل والمسلسلات اللي انتوا بتقعدوا تتفرجوا عليها. يا رب تكون عاجباكم، ولو في أي تعديل أو أي حاجة يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات. النهارده أم عمر راحت جابت لنا بسلة سكري، يعني حاجة 10 كيلو بسله قلت اخزنهم لرمضان. هي أي نعم البسلة غالية يعني، بس يعني احنا كنا جايبينها الأسبوع اللي فات جايبها ب 15. 15. النهارده كيلو البسله ب 20 جنيه. النهارده ب 20 جنيه والله العظيم جايبها ب 20 جنيه كيلو البسله النهارده. جبت 10 كيلو قلت اخزنهم اعملهم بالجزر. العيله عندي كلهم دايسين في البسله، محدش عندي بياكل الا بسله. بصوا يا جماعه، انا ما اعرفش اشوف جزر، يعني هي حتى ام عمر بتقول لي انت عامل زي الارنب. انا ما اعرفش اشوف الجزريه شكلها حلو ازاي. طول ما انا بقشر اكل الجزر كله، انا جايب جزر كتير اكل وانا بقشر. كل العيال عندي دايسين في البسله، محدش بياكل خضار الا بسله. حتى عمر بسله تاكلوا ايه مع واحنا طابخين بسله. والله مسكر وحلو. انا ساعات اجيب الجزر ده هو تبقى مسخت الدنيا فيه. ومره واحنا ماشيين كنا في الشرقيه، وبعدين راكبين العربيه وراجعين، فاتلقينا في جزر احمر بشراشيب، لونه احمر. والله انا افتكرته بنجر، بس شكله ابن ناس قوي، لونه احمر زي ما بنشوفه كده في هو صغير كده. الجزريه كلها ده لا صغيره، هي الجزريه كلها تقريبا نص دي كده ولونها احمر وكلها شراشيب خضراء. بس يعني في حياتي انا ما دقتش جزر بالطعامه دي. ايه رايك فيه؟ جميل والله. لا مش ده التاني الاحمر، مش فاكر طعمه. لا ده بتاع طيب باخد جزرايه، بس اخد جزرايه. محمد انت اكلت البسله طب حتى كده حتى كده اما اخد واحده من اللي جنبك ده. يا ست حتى واحده رفيع، بحب الرفيع. استنى عليا. حلوه دي. انا بجيب الكبيره عشان سهله في التقطيع. والله اكل البتاع كله ده. غير بقى وانا بعمل البسله دي انا وسما، عمر وسما بياكلوا البسله نيه. انا اول مره اعرف ان في بسله سكري وفي بسله عاديه، وبيقول لك البسله السكريه ديت بتبقى في ايام الشتاء في عز الموسم بتاعها تجيب السكري. ما هي اللي بتتخزن بتبقى سكري، غير كده ما تنفعش تتخزن. بتجيب انت اطباق، وتجيب مثلا كاس اللبن ديت، بتحطوا الحاجه في الاطباق وتغلفوا على قد الاكله. في ناس تحط البسله ديت تاخدها يعني تغلي الميه وتحطها في الميه وتشيل. والله انا بعمل زيهم الله يرحمها. البسله كده زي ما هي بالجزر، واعمل الكيس اكيسه واحطه كده واحطه في الفريزر كده فوق بعض وانظمه ما ياخدش معايا مكان. وباذن الله انتظرونا مع ام عمر طبعا في شهر رمضان، يعود علينا وعليكم بالخير يا رب. ام عمر هتعمل اكلات وهتعمل حاجات، ده ربنا يكرم يعني وتلاقينا يعني نجيب اكل. فهتعملوا كل يوم وصفه، هتعملوا كل يوم طريقه. انت هتعملي؟ ده مين؟ مش انت هتعملي؟ يا ام عمر كلم ابو عمر بينادي عليك. ده مين اللي هيعمل دلوقتي وما يعديش سامعه يعني؟ خلاص هي توافق. يا ام عمر ابو عمر بينادي عليكي. متابعينك لازم تعملي لهم. والله احلى متابعين في الدنيا. سامع عدل التليفون، حاسس التليفون عامل كده، عدل سنه كده سنه كده. طبعا احنا اليومين اللي فاتوا دول كان الجو الشتاء زياده عن اللازم، برد يعني صعب. يعني لو قلبت لكم الكاميرا لورا هتلاقوا عمر متكوم ونايم عم كامشن كده زي القنفل. عايزه اقول لكم البسله دي كمان غير ان انا بعملها بالخضار، البسله دي انا بحب اعملها مدفونه. بحب اعملها مدفونه بالرز. يعني ايه مدفونه؟ يعني بالمرته. بعملها معامله الفول الاخضر لان انا ما بحبش الفول. ما تعمليناش مدفونه في رمضان، بعد رمضان انت تعملي له. لا يا ماما في رمضان، في رمضان بقى المحمر والفراخ النهارده ب100 تعمل لنا فرختين. البط النهارده مش عارفه بكميه وكده تعمل لنا بطتين. ايوه امال ايه؟ تظبطي كده الدنيا. امال ايه؟ واللحمه كل 5 6 ايام لحمه في الاسبوع. هو انا ورثه؟ 5 6 ايام عشان متابعينك يشوفوا. منين؟ في متابعين ناس هتزعل. منين؟ ما تعمل لهم عدس وشوربه عدس وفول وطعميه. المهم بعمل دي مدفونه واحط قطعه الكلام. لا استنى بقى، واحط فيها قطع فراخ
بالمرتة. البسله بالجزر دي بتبقى وجبه كامله كده وبس خلاص، بما ان الفراخ غلت فهياكلوا مدفونه من غير الفراخ. والزلموكه بيبيعوا الزلموكه الطبق ب 10 دلوقتي. ده بالطبق بايه؟ التوته بتاع الفراخ. ده بتاع الوقت غاليه. التوته؟ غاليه. ورجلين الفراخ الوقتي لما اشوفهم بيجيبوا رجلين الفراخ عليها الوقت ضرب نار. عايزين نقفل لان سامع ايدها وجعتها. طب بص اما اخلص البسله اوريها لكم في الاخر خالص كده وهي متكيسه. ماشي، انتظرونا. شوفوها في اخر الفيديو. سلام. كده نكون خلصنا البسله كلها الحمد لله وخلصنا. الساعه الوقت 1 بالليل، يعني بقى بتاع 4-5 ساعات كده شغاله في البسله بالجزر. زي ما احنا شايفين كده خلصتها، بخزنها كده اهوت من السنه للسنه، تقعد زي ما هي كده في الديب فريزر عندي، ما يجرالهاش اي حاجه خالص. وبعمل الساده كده زي ما احنا شايفين. الساده ده اهو اللي انا بعمل بيه المدفونه، ما بعملوش بالجزر، بعمله ببسله ساده.